سلام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما خاصكم خير. القصه ديال اليوم فيها بزاف ديال العبر، ولكن فيها بزاف ديال الالم. القصه ديال اليوم البطله ديالها هي نوها. فشكون هي نوها؟ Audio Jungle. Audio Jungle. الاحداث القصه ديال اليوم غادي ياخذونا لدوله فلسطين، وبالضبط بقريه جنوب القدس اللي سميتها صبير. نهى كان عمرها 16 عام اللي انقطعت على الدراسة في الثانوي. تزوجات، كانت الحياة اللي هي طبيعية، تزادت عندها بنية ووليد. ولكن نهى من بعد ما ولات كتشوف وليداتها بداو كيكبروا، فبالتالي الاحتياجات ديالهم ولاو كيكبروا حتى هما. حاولت انها تعاون راجلها، خصوصا انه ولات كتشوف الحمل عليه ثقيل. فقالت الطريقه باش غنعاونو هي انني خصني ضروري نكمل الدراسه باش نقدر انني نحصل على واحد الشهاده ولا واحد الدبلوم اللي نقدر انني نخدم به. وفعلا فاتحته في الموضوع وهو عجبته الفكره. قال لي انا غادي نعاونك باش تلقاي شي مدرسه اللي تكون مزيانه واللي تكوني فيها مؤهله انك ملي تخرجي انك تلقاي واحد الخدمه في سوق العمل اللي تكون مزيانه وتكون كتناسبك. وفعلا عاونها ولقاو المدرسه اللي غادي تقرا فيها. بدات نهى كتقرا، وهنا غادي تلاقى مع هديل ابو طير اللي غادي تولي صاحبتها الروح بالروح. نهى في هذه المدرسه غادي تلاقى مع صاحبتها، يعني اللي غادي تولي صاحبتها وحبيبتها واختها، واللي غادي تولي تحط الراس على الراس، غادي يوليو انتيم والروح في الروح. يعني الصاحبه والحبيبه والاخت فيها كل شيء. الحمد لله لقيت صاحبتي او اختي اللي ما ولداتهاش ليا ميمتي. العلاقه بيناتهم ولات متينه بزاف، ولاو كيمشيو بجوج كيجيو بجوج، المهم كيشاركوا كل شيء. المره قبل من الحلوه. هذه كانت من واحد العائله اللي ميسوره، وفي نفس الوقت كانت متدينه، يعني بنت اللي هي متحجبه. وحتى نوها يعني نفس الشيء، يعني كانوا قرابات في كل شيء، لا في اللباس ديالهم لا حتى في القران، انهم كانوا كيمشيو كيقراو القران. المهم كانوا قرابين لبعضياتهم ولاقيين داكشي اللي باغيين في بعضياتهم. غادي يجي واحد النهار اللي هادي اللي غادي تعرض فيه لنوها، قالت لها غادي تجي عندي، غادي ندير لك عرضه فعلى تاركه. وفعلا كتعرض عليها هادي، كتمشي عندها وكتوجد لها شهيوات، غير كل حاجه تنسيك في حاجه. المهم تغداو، من بعد ما تغداو قالت لها غادي نشربوا قهوه. وفعلا بداو كيشربوا قهوتهم وكيهضروا كيف العاده. واحد شويه نوها حسات براسها باللي راه بحال غيبات. المهم بعد ما دازت واحد 10 السوايع عاد فاقت نوها، ما فهمت حتى شي حاجه، لان لقات راسها في بيت النعاس ديال هديل. كتعيط ليها، قالت لها هديل شنو وقع، شنو تندير في البيت ديالك؟ ايوا هديل قالت لها رانا حنا ملي تغدينا وشربنا القهوه حسيتي بالدوخه وكنتي غطيحي، سندتك وحطيتك في بيت النعاس، وبيني وبينك عزيتي عليا بزاف، لقيتك غرقتي في النعاس. ايوا غطيتك، قلت والله لا فيقتك، خليك تنعسي الجهد اللي تقدي، شنو غيوقع كاع. ايوا المهم نوها قالت لها سمحي لي بزاف والله الا برزتك معايا. قالت لها اختي راه يمكن لا طونسيون يمكن طاحت ليا، لان بزاف ما بين القرايه وما بين الوليدات والدار راكي عارفه، وليت كنحس هاد الايام بالعيا، يمكن لا طونسيون، وحتى كنحس براسي فاتيكي بزاف، يمكن غادي تكون عندي الانيميا ولا الفقر الدم. المهم قالت لها سمحي لي بزاف راني تعطلت وغادي نمشي، خصوصا بعد ما شافت المكانه في يديها ولقات باللي فايته 10 السوايع وهي عند صاحبتها. خلي عليك يعني وقت الغدا والوقت اللي كانوا جالسينه. المهم مشات للدار، اعتذرت من راجلها، قالت له باللي راه حسيت بالدوخه، يمكن فقر الدم او لا طونسيون، راه تكيت عند صاحبتي وغفلت. قال لها معليش ماشي مشكل، وحاولي انك تردي البال لصحتك. ايوا المهم دازت واحد الوقيت شويه، عيطات نوها لهاديل، قالت لها بغيت غير نعرف، حاولت انني نتفكر شنو وقع بالضبط، ولكن راني ما كنتفكر حتى شي حاجه. وحتى ملي جيت للدار حسيت براسي باللي عصبيه، راجلي كيهضر معايا بالخاطر وانا كنغوت، وليداتي ما يتحركوش، اللي هضر كنغوت، وانتي راكي عارفاني ماشي من عادتي، انا من الناس اللي ماشي عصبيه وعندي الخاطر. ولكن اليوم حسيت براسي ماشي هي هذيك. قالت لها كنحس براسي ماشي نورمال،
وحتى ما قدرش انني نتفكر شنو وقع، واش الدوخه شداتني قبل الغدا او لا ملي تغدينا ما بقيت عاقله على حتى حاجه. صاحبتي قالت لها ويلي واش كتهضري من نيتك ما بقيتي عاقله على والو؟ قالت لها والله ما بقيت عاقله على شي حاجه. قالت لها عرفتي شنو غديري؟ سيري الواتساب راني صيفط لك واحد التصويره وغادي تفهمي كل شيء. ايوا نوها دخلت للواتساب تيليشارجات هذيك التصويره. ايوا من بعد ولات كضحك، عطيها غير الضحك. اتصلت بصاحبتها وهي تقول لها ويلي والله الا راكي مساليه، ما لقيتيش يا صاحبتي على ما تحطي وجهي غير على هاد التصويره العريانه. بدات هذه كضحك وهي تقول لها دققي مزيان في التصويره، حاولي انك تركزي. ايوا المهم نوها زومت على التصويره، بان ليها شعرها وبان ليها الجسم ديالها. عاود عيطات ليها قالت لي والله لا قلتي غير انا. قالت لها عرفتي الا شافها شي واحد والله ما تيق باللي فوتوشوب. قالت لها بيني وبينك والله الا مشيتي في هذا المجال غادي ديري لاباس، راه هادشي هو اللي ولا خدام دابا. هادي اللي قالت لها انا غادي نصيفط لك واحد الفيديو اخر باش تفهمي كل شيء. المهم ملي شارجات نوها الفيديو شافت راسها وهي في بيت النعاس ديال هاديل، وشافت راسها في اوضاع مخله. المهم ما فهمت حتى شي حاجه، بدات كترعد، تخربقوا عليها كل شيء، ما عارفاش واش هادشي بصح او لا صاحبتها كتضحك معاها. وفي نفس الوقت هي ما يمكنش مستحيل انها تشك في صاحبتها ولو 1% باللي تقدر دير شي حاجه، خصوصا ان البنت متدينه، واكثر من هادشي انها صاحبتها واختها. المهم اتصلت بها قالت لها صاحبتي اش هادشي هذا، ما فهمتش شنو كاين. المهم ملي بدات كتشوف باللي هادي بدات كتضحك وباللي السيده بارده، المهم حسات براسها باللي كاينه شي حاجه. المهم بدات كتغوت، كتقول لها هذا الشيء علاش درتي لي صاحبتي هذا الشيء. المهم بدات كتحاول انها تاخذ منها شي تفسير، ولكن الاخرى غير كتضحك. قالت لها هذا الشيء يا صاحبتي دابا نصيفط لك حاجه اخرى باينه مازال ما تيقتيش، علاش درتي لي هذا الشيء؟ واش صاحبتي كتجربي باغا ديري فوتوشوب؟ واش انا راه ما فاهمه حتى شي حاجه. وبيني وبينكم اي واحد كيتحط في هذا الموقف الا وغادي يتخربقوا ليه المشاعر وما غيبقى فاهم لا راسو لا رجليه. هادي ملي شافت نوها كتغوت قالت لها شوفي هادشي كامل خليه ابار، خلي الدين وخلي الحجاب وخلي الصحبه وخلي الخاوه وخلي كل شيء، دابا غادي نجيك من الاخر، انا حاجتي بالفلوس. قالت لها ما فهمتش. المهم وقت ما كتبغي تهضر هادي في شيء في الفلوس اولا كتهضر لي على شي حاجه، نوها كتهضر غير على انها ما فاهمه حتى حاجه، كتقول لها راني ما فاهماش. قالت لها عرفتي اش غديري باش تفهمي مزيان؟ انا غادي نصيفط لك واحد الفيديو اخر وغادي تفهمي. نهى تيليشارجات الفيديو كلها كترعد وكتبكي وكتغوت، جاب الله غير بوحدها في الدار. المهم الفيديو بانت فيه هي وبان فيها اخوها، يعني خو هديل، وبانوا في اوضاع اللي هي مخله بالاداب. الصوره ولات واضحه، عارفه باللي صاحبتها واختها راها غدراتها. قالت لها شنو المقصود، شنو بغيتي من هذا الشيء، حاولي تشرحي لي. حاولت انها تقول لها شوفي انا باغي الفلوس، انا وخويا محتاجين الفلوس اليوم قبل غدا، والطريقه والوسيله الوحيده اللي غادي ناخذهم في هذه اللحظه هذه هي انت. المهم قالت لها ولكن علاش درتي لي هكا؟ قالت لها بلاتي ندوز لك خويا هو غيشرح لك كل شيء. المهم دوزت لها اخوها، سلم عليها قال لها كي دايره لاباس عليك بالبروده. السيده مسكينه هي معصبه وكتغوت كتقول له علاش درتو ليا بحال هكا. المهم بدا كيهضر معاها باسلوب اللي هو منحط ومستفز، وبدا كيدخل معاها في شي تفاصيل ديال الفيديو لا ما نديطاي لكم احتراما من طبيعه الحال للناس اللي كيسمعونا والعائلات اللي كيتفرجوا فينا، ولكن كان كل شي باين. يعني البنت ولات فهمات راسها بلي تغدرات. قال لها شوفي حنا باغيين الفلوس. قالت له واخا وهاد الفيديوهات وهاد التصاور هادو واش غادي تمحيهم اللي غادي نعطيكم انا الفلوس؟ قال لها شوفي هاد الفيديوهات وهاد التصاور على حساب السره اللي غادي تعطينا، كل ما كانت السره عامره غادي نشوف شحال غادي تمحى لك من فيديو وشحال من تصويره. وز ليها هاديل وقالت لها شوفي راه حتى هذاك العصبيه فاش كاينه ديك الحاله راه تحت تاثير واحد الدواء عطيته لك كمخدر. قالت لها شرحي لي كيفاش وقع هذا الشيء، كيفاش انا ما سقطش الخبار وكنحس باللي واحد الجزء من النهار ديال داك النهار مشى ليا من الذاكره. قالت لها عطيتك واحد الدواء مخدر هو ديال الاعصاب. قالت لها وكيفاش خديت هاد الدواء، انا ما حسيت بحتى شي حاجه وما شفتكش ملي حطيتي لي الدواء. قالت لها هو بودر يعني طحنته حطيته لك في البلاصه فين غادي تاكلي. قالت لها المهم هاد الدواء هذا الا جاب الله ما خديتيش من بعد راكي غادي تولي بحال شي حمقى، يعني باقي المفعول ديالو غادي يمشي، وإلا ما خديتيش الجرعه الاخرى راكي غادي تزيدي تهلكي. قالت لها وشنو غادي ندير انا دابا؟ قالت لها جيبي الفلوس ملي تكوني موجوده غادي نقول لك شنو غنديرو. نوها بحال شي هبيله
من تاثير ديال هذاك الدواء اللي بدا كيمشي، وفي نفس الوقت غير هادشي اللي صيفطوا ليها راه ماشي غير غادي يدمرها، راه غادي يحمقها وغادي يهبلها. المهم مشات كتقلب على الفلوس في البلاكار ديالها وديال راجلها بين حوايج راجلها، ما لقات والو، ما بقى بان ليها غير الذهب ديال الدهاز ديالها. مشات خدات فيه شي حاجه، عيطت ليها قالت لها اني جايه راه جايبه لك الامانه. وملي مشات عندهم قالت لهم عافاكم، ها هما الفلوس، هاكو هاد الذهب، مسحوا هذاك الشيء. المهم هادي قالت لها شوفي، راه قبل ما تجي ملي عيطتي ليا راني مسحت كل شيء، غير كوني هانيه. ايوا بدات كترجاها وتبوس ليها على يديها وعلى راسها وعلى رجليها، قالت لها غير كوني هانيه راني مسحت كل شيء. المهم قالت لها وبالنسبه للدواء راني كنحس براسي ماشي طبيعيه. قالت لها هادي راني دايره حسابي، وجبدات 2 حبات من الجيب ديال البيجامه. قالت لها هانتي هاد الحبه الاولى هاني عطيتها لك، الحبه الثانيه هي كادو من عندي. المهم مشات نهى للدار، ما عرفت باش تبلات، عند بالها كتقول مره راه مسحو، مره كتقول شكون اللي ضمن ليها باللي راه مسحو. المهم دازت مده، عاود صونات ليها هديل، قالت ليها راه حنا محتاجين الفلوس، والا راه الفيديوهات غادي يوصلوا راجلك. قالت لها هي قلتوا لي باللي مسحتوهم ورانا راه عطيتكم الفلوس. قالت لها شوفي هذاك الذهب اللي عطيتينا على قدو مسحنا التصاور ومسحنا الفيديوهات، راه كاينين العشرات ديال السوايع ديال الفيديوهات مصورين والعشرات ديال التصاور. في كل مره كتجيبي لنا شي حاجه يعني مفتاح الخزينه كاين عندك، وقت ما جبتي لنا شي حاجه وعلى قد ما جبتي على قد ما غادي نمسحوا لك. المهم كل مره نمسحوا لك شي حاجه من التصاور ومن الفيديوهات، ونعطيوك حبه ديال الدواء حتى نتقادو وحتى نمسحوا هذا الشيء كامل. المهم بدات كتهز السيده من الذهب وكتدي ليهم، وفي كل مره كيبتزوها حتى تسالى هذاك الذهب، ولات كتقلب وقت ما حط راجلها الفلوس كتهزهم، كتمشي حتى لدارهم كتهز الفلوس. راجلها ولا كيشوف المراه غير طبيعيه، الفلوس كيتهزوا وبزاف ديال الحوايج اللي ولاو ناقصين في الدار. صبر حتى عيا وهضر معاها، قال لها شوفي راكي غتدمري هاد العائله، هادشي اللي سايره فيه ما خدامش، الصحابات والادمان، انا هادشي راه ما بقاش عاجبني. حسات باني بالضمير، طاحت على ركابيها وبدات كتبكي. قالت له عافاك سمح لي، راه ماشي لخاطري، بغيتك تديني العمره. فعلا اداها العمره ومشاو. ديك الفتره كامله ديال العمره كتخرج في كل نهار كطوف كتبكي وكتدعي حتى كطيح. رجعات حسات براسها باللي ولات كتسترجع القوه ديالها، ووعدت راجلها ونفسها باللي غادي تحاول تعالج في المصحه باش تحط هذاك الادمان او لا باش تهنى من هذاك الدواء اللي كتاخذه. ولكن غير حطت رجليها في الدار عاود اتصلت بها هديل، قالت لها شوفي صيفطي لنا الفلوس والا راه ما غاديش يعجبك الحال، اليوم التصاور ديالك والفيديوهات ديالك غادي يوصلوا راجلك. نوها عرفت راسها باللي المشكل مازال ما تفك وما تقدرش تفكو، وضروري خص تعطيهم الفلوس. كل ما عطات الفلوس على الاقل كتبعد على هذاك المشكل حتى تشوف شنو غادي دير. مشات عاوتاني رجعت لنفس الموال. المهم بدات كتاخذ الفلوس من عند راجلها كتسرقهم وفي دارهم كما قلت لكم، وبعض المرات كاع كتبيع الفراش ديال الدار. راجلها شاف داكشي تاعيا قال هادشي ما خدامش، خاصني ندير ليه الحد. المهم حيد ليها التليفون، سورت عليها في الدار، قال لها شوفي غادي تجلسي في الدار حتى غادي تعالجي، هادوك الصحابات هما اللي وصلوك لهذا الشيء، والدوران في الزناقي هو سبب هذا الشيء كامل. المهم هو عند بالو قال لك راه غادي يعالج المشكل وغادي يرجع المراه لعقلها، ولكن عاد زاد المشكل وعاد زاد طين بله. المهم ملي اتصلت بها هاديل ولقات التليفون مسدود، ما ترداتش انها تصيفط الفيديو لراجلها، وراجلها غير شاف الفيديو ما هضر معاها ما قال حتى حاجه، لان ديجا هو كيشوف البنت مدمنه، كيشوف بلي التصرفات ديالها غريبه، دونك ما قدرش انه يسولها او لا حتى يعطيها فرصه تدافع على راسها. وبيني وبينكم هذاك الشيء اي واحد كيوصلو راه من طبيعه الحال ما غاديش يفكر في الاعذار او لا غيفكر باللي هذاك الشخص بريء. طلقها وصلها لدارهم، ما قال لهم لا علاش ولا كيفاش، وحتى هي ما عاودت لهم، ما قدرش تقول لهم علاش، ولكن بقاو مشطونين وتيقولوا كاينه شي حاجه. الراجل عارفينه على طول السن بانه سيد الله يعمرها دار، وحتى بنتهم تربيتهم عارفينهاش كتسوى، ولكن ما عارفينش شنو واقع. المهم بداو كيشوفوا البنت باللي ماشي طبيعيه وكتهز بزاف د الحوايج من الدار. ما هدرت ليها فخ باش تاكد واش بصح هي اللي كتسرق، من بعد لقاتها بصح
باللي هي اللي كتسرق. ايوا هنا مشات عيطات على راجلها وعيطات على باها وجلساتها، قالت ليها ضروري تعاودي لنا شنو واقع، ما يمكنش نتوما طلقتوا غير هكاك، ما هضرتوا ما قلتوا لنا شنو كاين، وانت كتمدي يديك وماشي من عادتك، انت تربيتنا نعرفوك مزيان اش كتسوي. المهم البنت ما بقى عندها ما تخبي، واصلا ما بقى عندها ما تخسر، راه خسرت كل شيء. عاودت لهم كل شيء. هنا بالنسبه للام ديالها والاب ديالها ملي عاودت لهم شنو واقع، قالوا لي غتعطينا السميه ديال هاد البنت هادي، حنا غادي نتكلفوا، غادي نمشيو نهضروا معاها، غادي نهددوها وغادي ناخذوا منها الفيديوهات. المهم ملي عطاتهم السميه ديال البنت، هنا بدا الاب كيشوف في الام. قال ليها شنو سميت الاخ ديالها، قالت له باللي الاسم ديالو محمد ابو طير وهو الاخ ديال هاديل. وهنا تاكدوا باللي الشكوك اللي شكوا ملي يلا سمعوا السميه باللي في المحل ديالها. باها قال لي هذا هو سبب المصائب والكوارث اللي عشناها حياتنا كامله. المهم نهى ما فهمت حتى حاجه، قالت لي ما فهمتش شنو واقع. المهم عاود ليها، قال لي هاد محمد هذا هو صاحب خوك اللي كان شحال هادي هو وياه داروا واحد الشركه، يعني داروا شركه مشاركين فيها بجوج، كل واحد عطى 50% ديال الفلوس. وملي داروا هاد الشركه ما نجحاتش، يعني فشلت لهم الشركه ودارت فايت، وهنا مشاو لهم الفلوس كاملين. ومن هذاك النهار وهاد محمد هذا كيهدد في خوك، ما خلى فيه غير اللي ينسى في كل مره، يعني لدرجه انه كتوصل التهديد بالقتل. بعض المرات كتدخل الشرطه هي اللي كتفك لينا هاد النزاع، وبعض المرات كتدخل القريه، لدرجه انه في واحد النهار كنا وصلنا ان القريه دارت واحد الجلسه عشائريه عطويه، وفعلا كانوا اقترحوا على الاخ ديالك انه يعطي 4 شيكل لهاد محمد هذا صاحبه. 4 شيكل اللي هي تقريبا واحد 13,000 درهم مغربيه، يعني العمله ديال الناس اللي محتلين فلسطين. ولكن صاحبه ما كانش بغى، يعني شدها، وفي نفس الوقت قال لهم هاد الشيء ما كيجي حتى شي حاجه مقابل هذيك المبلغ او لا هذيك لاصوم اللي كنت حطيت انايا في هذا المشروع. رغم ان هذاك المشروع او ديك الشركه سوها بجوج، يعني بجوجهم حاطين 50%، كل واحد حاط 50% من المبلغ. خوك خسر فلوسه، ولكن هذاك ما قدرش انه يتقبل، وتما بدات العداوه. ومن بعد ما بقاش تقبل، يعني في كل مره كيدير لنا مشكله، وكل مره كنقولوا صافي راه مشى كيعاود يجدد عاوتاني. المهم هما فهموا المشكل منين جاي وعارفين علاش هو داير هادشي هذا. قال لي باها انا غادي نمشي نهضر معاه وغادي نتفاوض معاه. وفعلا مشى هضر معاه تفاوض معاه، قال لي شوف حنا ما غادي نديكلاريو، ما غادي ناديوك، ما غادي ناخذوا بالطار ديالنا، حنا غادي تعهد معنا انك هاد البنت هادي ما بقيتيش غادي تعرض عليها، يعني ما بقيتيش لا تلوح فيديوهات ديالها ولا تصاور ديالها، وحنا بدورنا ما غادي نوضوا لا سطع، ما غادي ناخذوا لا طار. بالنسبه للمبتغى ديالك الا كان الفلوس راك خديتي منها مسكينه فلوسها كاملين، الا كان على الفضيحه راك فضحتيها، والا كان على الطلاق راك انتقمتي، راه السيده طلقات. جاوبوا هذاك محمد وهو يقول لي شوف انا ما عندي ما ندير بهاد الهضره كامله، انا نهار قررت انني ناخذ طاري خاصني ناخذ فلوسي كاملين. قال لي وهذا الشيء اللي خديت من بنتك مازال ما كافيش، والتصاور اللي عندي والفيديوهات ما كاينينش غير عندي بوحدي، يعني لا فكرتوا مثلا انكم تقتلوني او لا ديروا لي شي حاجه، هاد تصوروا هاد الفيديوهات حاطهم احتياط عند صاحبي، يعني حتى لو وقعت لي شي حاجه غادي ينشرهم في المواقع كامله، والناس كلهم غادي يسيقوا الخبر. وراك عارف القريه عشائريه، يعني ما غاديش يقبلوكم هنا، وماشي بعيد يرجموكم او لا يقتلوكم. بات نهى عيامه يتفاوض معاه وعيامه يحاول انه يلقى معاه شي حل، ولكن هو كان مصر انه عنده شرط واحد. قال له واخا شنو هو هذا الشرط هذا؟ قال ليه انك تعطيني 200 الف دينار اردني، ما يعادل تقريبا واحد 300 مليون. المهم قال له منين غنجيب لك انا هذا المبلغ هذا؟ انا ما عنديش وما فحاليش ومستحيل ندبر لك على هذا المبلغ. المهم قال لي هذا هو الشرط الوحيد ديالي، وبالنسبه لهذا الشرط هذا فهو غير مؤقت، يعني كل ما تعطلته كل ما ممكن انني نزيد في المبلغ او لا حتى نزيد شي حاجه اخرى. المهم بات نهى جا للدار مسح دموعه ملي دخلت بنته. نهى قالت له شنو درتي يا بابا؟ قال لها غير تهناي، راني خديت تعهد منه باللي ما عمره باقي غادي يتعرض لك، سواء يلوح لك التصاور ديالك او لا الفيديوهات ديالك. صافي راه تفاهمنا، عطيتو داكشي اللي غادي نعطيه وتفاهمت انا وياه. لأول مرة نهى كتحس بالطعم ديال الفرحة والضحكة كترجع لوجهها. ايوا قالت با حنيني عتقني وعائلتي فهماتني وتيقاتني. المهم رجعت نهى وعدت باها، قالت لها شوف انا غادي نرجع اليوم قبل غدا للمصحة، وكان وعدكم انني غادي نداوى وغادي نرجع. نهى اللي عرفتو شحال هادي
وفعلا نهى خدات موعد في المصحة ومشات. شافها الطبيب قال لها شوفي غادي تكملي الدواء ديالك غير في الدار، انت في المراحل الاولى، ومادام عندك الاراده وعندك القدره على انك تستمري اذا راكي غادي تعالجي نفسك بنفسك. عطاها الدواء اللي غادي تتبع، قال لها غتبعي هاد الدواء كيما عطيتو لك حتى يجي واحد الوقت اللي انا غادي نزولو، يعني كنمشيو بواحد المعيار كنبقاو كنقصو شويه شويه حتى غادي نحيدوه ديفينيتيفمون. وفعلا داكشي اللي دارت، رجعت للدار بدات كتاخد الدواء ديالها وهي فرحانه. والاول مره نوها كتقول باللي غادي نحط راسي فوق المخده وغادي ننعس، وكنحس بواحد الاحساس اللي عمرني حسيت به في حياتي. المهم نعسات نوها، مشات في نعاسها حتى ودن المود الفجر، ناض بغات توضى باش تصلي كيف العاده. المهم وهي دايزه حتى البيت ديال باها وامها كتسمع الصوت ديال امها كتبكي، ما فهمت والو، وهما كيتغمزوا كيهضروا بشويه. حاولت انها تصنت لان كان تيرا هذاك البكا ديال الام ديالها. ملي تصنتات على الام ديالها والاب عرفات بلي المشكل ديالها ما تحلش، وبلي باها مسكين غير قال ليها هكاك باش يهز هو الحمل ويخفف عليها. وولات حسات بتأنيب الضمير، وعرفات باللي دخلات والديها وعائلتها في واحد الدوامه وفي العار، ولا الناس عرفوا ديال القريه هادشي اللي واقع راه ما غاديش يرحموهم وغادي يفضحوهم في القريه، وممكن حتى انهم يقتلوهم. المهم هنا ما عرفت شنو غادي دير. مشات صلات، من بعد ما صلات مشات مباشره جلسات حدا البيسي، يعني جلسات حدا الكمبيوتر، وهزات كتكتب قصه حياتها، كتعاود القصه ديال حياتها من الاول حتى الاخر. ولكن خاصني ضروري ندير حد لهذا المشكل هذا. المهم بعد ما كملات قصتها وكتباتها وصيفطاتها وتاكدات باللي القصه ديالها تنشرات على الصفحه ديالها في الفيسبوك، مشات للكوزينه هزات جنوي وقطعت العروق ديال يديها. وهنا والديها ما ساقوا الخبر حتى الصباح. ملي ناضوا في الصباح لقاو بنتهم غارقه في الدمايات، خداوها داوها للسبيطار، ولكن فات الفوت قدامو الامانه امانته. بعد ما تنشرت القصه ديالها في الفيسبوك وكل شي بدا كيبارطاجيها، العالم العربي كله تضامن معاها. وهنا بدات القاريه كطالب وكتبغي انهم ياخذوا الطار. المهم ناضوا كاملين مشاو للدار اللي فيها محمد واخته. ولكن محمد ملي شاف القصه ديال نهى تنشرات في الفيسبوك عرف باللي تفضح، يعني ستونوبيلتو وغبر ليه الاثار. القريه كلها ناط مشاو للدار ديال هديل كيهاجموها، اللي تيضرب بالحجر واللي هاز السلاح. المهم قرروا وقالوا باللي غادي ياخذوا الطار ديال نوها. هنا القبيله او القريه ما اكتفاتش بهذا الشيء. من بعد محمد ما دخل السجن، ولكن في نفس الوقت هم قرروا والعائله ديال نوها حتى هي قالوا باللي ضروري غادي ياخذوا الطار ديالهم، غادي يقتلوا محمد وغادي يقتلوا اخته واي واحد من العائله ديال ابو طير سواء من بعيد او لا من قريب. يعني كي كنقولوا ريحه الشحمه في الشاقور خاصهم ضروري انهم يصفيوها ليهم. المهم بعد ما بدات الامور كتوضح بالنسبه للعائله عرفوا باللي بنتهم راه توفات وما غاديش يرجعوها، قالوا غادي نخليو المسطره القانونيه تاخذ المجرى ديالها، وباللي هاد محمد هذا غادي ياخذ الجزاء ديالو. وبالنسبه للاخت محمد فهي تم الافراج عليها لانه برأها اخوها وقال لهم باللي هي ما عندها حتى شي دور، ولكن لانه برأها تم الافراج عليها. لكن القريه مصرة على أنه خاصها تصفيها الهديل. لكن عائلة نوها قررت أن دوك البنود اللي كانت دارتهم مع الشيوخ أو الناس الكبار في هذيك القرية، قالت باللي غادي يحاولوا أنهم يزولوا هذاك البند الأول اللي كيقول باللي خاصهم ياخذوا الطار ويقتلوا محمد والعائلة ديالو سواء من القريب أو لا من البعيد. وفعلا هذا الشيء اللي كان حيدوا هذاك البند وخلاو البنود الاخرى. فالهديل خدات وليداتها وحاولت انها تبعد حتى شي واحد ما عارف فين مشات، ولكن حطت واحد التغريده او لا حطت واحد رساله كتقول فيها في الباج ديالها ديال الفيسبوك باللي هي بريئه وما عندها حتى شي علاقه بهذا الشيء هذا، وباللي العائله ديال نوها ظلموها وكتمنى وكتطلب ان ربي ياخذ ليها حقها منهم. المهم الناس كاملين تضامنوا مع نوها، ومع ذلك نشروا الصوره ديال هديل باللي انسانه مستفزه وباللي انسانه غداره وباللي ما كتصلحش. المهم ما خلاو فيها غير اللي نساو، وبقات محط انظار
العالم كامل اولا الناس كاملين اللي كانوا متبعينها في الصفحه ديال الفيسبوك، وكان كل واحد شنو كيقول، شي كيقول غادي نقتلها، شي كيقول غندير ليها. المهم هذه كما قلت لكم اللي حسات براسها باللي كاينه في خطر، حاولت انها تبرأ راسها وتحط رساله، وفي نفس الوقت تغبر حتى واحد ما عرفها فين مشات. وبالنسبه للناس اللي كانوا في القريه فكان امامهم غير واحد العماره ديال هاد العائله ابو طير اللي كانوا يعني فرقعوها. وبالنسبه لهذا الفيديو ديال هاد العماره اكيد غادي تلقاوه في اليوتيوب وغتلقاوه في بزاف ديال مواقع التواصل الاجتماعي، لانها قصه واقعيه حقيقيه اللي كانت دار ضجه في العالم العربي. ان المعنى والمغزى غادي يكون وصل لكل وحده وكل واحد فينا. نخليكم نتوما اللي تخليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير، ونقول لكم نخليكم في راحه الله.